تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الشمع المعطر اللي بنشتريه من بره بسعر غالي قوي. هنعمله بطريقة سهلة خالص ومش غالية. بس قبل ما نبدأ الفيديو لو لسه مشتركتوش في القناة انزلوا اشتركوا ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة بقى عندي اي برطمان ازاز كبير صغير مش هتفرق اللي عندك استخدميه. عندي ورد مجفف للتزيين وشوية جليتر برضو للتزيين، كيس من الشمع وده نشتريه من اي عطار او اي محل لوازم شموع، او لو حتى عندك بواقي شموع في البيت تقدري تستخدميها. وعندي زيت معطر انا مستخدمه زيت اللافندر، استخدمي اي نوع زيت تحبيه، ولون عشان نلون بيه الشمعة. اول خطوة هحط الشمع بتاعي في بولة كده على النار وتكون النار هادية شوية، وهسيبه لحد لما الشمع كله يسيح خالص. الشمع عندي اهو ابتدى انه يسيح، هسيبه برضو يكمل تسيح عشان اقدر اطلع منه الفتيل اللي هنستخدمه في الشمعة بعد كده. فهنطلعه وهنفرده على جنب على فوطة. بعد ما الشمعة بتاعتي ساحت خالص اهو، حطيت اللون وابتديت اقلب عشان يسيح ويختلط مع الشمعة، وحطيت حبة من الجليتر وبعد كده حطيت بقى الزيت العطري عليهم. وطبعا انا كنت مطفية النار خلاص من اول ما حطيت اللون. بعد كده جبت الستيك ده بتاع الايس كريم ولفيت عليه الفتيل كده عشان يفضل ثابت لما نيجي نصب الشمع، او ممكن تمسكوه بدبوس غسيل عادي وبرده تثبتوه على البرطمان. ابتديت بقى اصب الشمع في البرطمان كده، وبعد ما نشفت شويه حطيت عليها الورد، بس بعد كده دخلته في الشمعة حسيت شكلها كده احلى، وهسيبها لحد لما تنشف خالص وتجمد. وده شكلها بعد ما نشفت تماما. هنولعها كده بقى، وبجد ريحتها حلوة جدا لما ببقى قاعدة جنبها كده وبيجي عليها هوا بشم ريحتها من غير حتى ما اولعها. واقتصادية وسهلة وحاجة انت اللي عاملاها وفرحانة بيها. جربوها لو بتحبوا تشتروا الشموع من بره، وبجد هتعجبكم قوي. واشوفكم في فيديو جديد.